السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على منتج هي واحدة بتصنعه او بتنتج الحاجات دي او بتعملها. هي اسمها او اسم البيج بتاعتها او الجروب بتاعتها اسمها أشري. أشري هي واحدة اسمها دكتورة منى، هي بتصنع الحاجات دي. فانا حبيت ان انا اجرب الحاجات دي وجربتها وقلت لازم اجربها كويس وبعدين اعمل لكم ريفيو عنها. قبل ما اتكلم عنهم، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب وفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجه هتكلم عنها اللي هي نمسك الاول التنت ده. هما بيصنعوه. هو انا مش فاكره الاسعار، بس هي دلوقتي عامله عروض. هسيب لكم اللينك بتاع الجروب الواتس بتاعها تحت في الديسكريبشن ده. بس انا هكلمكم عن المنتجات اللي هي متوفره عندي. اول حاجه التنت ده فيه اللي هو لونه احمر، متهيالي الفراوله، والتاني مش فاكره طعم ايه ولا ريحه ايه ده. فانا اقول لكم انا ريحه ايه. متهيالي ريحه مانجا، يا مانجا يا خوخ، حاجه زي كده. المهم هو الصراحه هو مش حلو خالص على الشفايف. بحس ان هو مش بيبقى يعني اللون، يعني بيبقى مظبوط على الشفايف. حلو على الخدود، بس قبل ما تحطيه تكوني حاطه في خدودك الاول بلاشر كريمي، وبعدين بعدين تحطي فوقيه اللي هو التنت عشان خاطر يندمج مع بعض ويبقى يديكي لون حلو. لكن كوحده لا، ما حبيتهوش الصراحه وحده. بس هي بيديكي لو انت حطيتيه على الشفايف بيديكي زي لون خفيف قوي 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 على شفايفك. فهقول لكم ازاي دلوقتي. يعني مش لون بيبقى قوي، لا، بصوا، حاساه عامل زي الميه. ما حبيتهوش، يعني انا الصراحه ما حبيتهوش ابدا ابدا على الشفايف. بصوا، يعني حتى لما مسحته ما عملش لون جامد. شايفين؟ ده نفس الكلام. ممكن يكون اللي هو بالفراولة اقوى من اللي هو التاني الاصفر ده. مش عارفه ريحه ايه الصراحه، يا مانجا يا خوخ. فما عجبنيش اللي هو التنت بتاعهم. تاني حاجة هتكلم عنها اللي هي عجبتني الصراحة، اللي هي اسمها يوجرت بادي يوجرت، او زبدة الجسم، اللي او مسمينها زبادي الجسم. هي دي اتكسرت مني طبعا من الاستعمال. بصوا دي في منها 3 روايح، في بالجوز الهند، وفي بالفانيليا، وفي بالبيتش بالخوخ. احلى حاجه احلى ريحه عجبتني فيهم اللي هي البيتش او بالخوخ. بعديها ريحه الجوز الهند. في ناس ما بتحبش ريحه الجوز الهند، انا بحب ريحه الجوز الهند، بحبه قوي. لكن ريحه الفانيليا ريحتها خفيفه قوي 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 للناس اللي هي بتحب الروائح الخفيفه. انا عن نفسي بحب الكريم بيكون فيه نسبه ريحه وفي نفس الوقت بيرطب حلو. هو ده الصراحه ترطيبه هايل هايل هايل، حلو قوي للقشفان، حلو قوي للشتاء. فترة الشتاء اللي احنا فيه ده تقيل عامل زي الزبدة. بصوا شايفين انا مخلصة منها قد ايه؟ مش هي كمان وحدها، ريحتها حلوة قوي قوي قوي، يعني فوق ما تتخيلوا. يعني انا المنتج اللي عجبني من عندهم اللي هما اليوجرت دي او البادي يوجرت ده اللي بالخوخ. ريحته حلوة قوي قوي، بتثبت على الايد، بتنعم الجلد خالص، بتنعمه بطريقة حلوة قوي. وفي نفس الوقت ما بيديكيش احساس اللي انتي جلدك ناشف او جلدك مقشف او في حاجه كده خشنه على ايدك. لا، ما بيديكيش خالص الاحساس ده.
لان هو بيخلي الملمس الايدين او الملمس الجسم عامه بيخليه ناعم، وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه لجسمك، وفي نفس الوقت بيدي ترطيب رهيب. يعني احلى حاجه في الزبدات في البادي يوجرت دي ترطيب رهيب رهيب بمعنى الكلمه. يعني حلو قوي 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 قوي. انا جبت دي واحده جديده اللي هي بالبيتش عشان انا بحبها قوي الريحه دي. انا بحب الخوخ يا جماعه، سواء اكل سواء ريحه سواء كل حاجه بحبه قوي يعني الخوخ. فالصراحه رهيب. يعني انا انصحكم ان انتوا لو حابين في الشتاء اللي احنا فيه ده تجربوا من عند اشري ايه، تجربوا منها زبده الجسم او البادي يوجرت. اخر حاجه هتكلم عنها اللي هي الزيوت. عندها كل الزيوت، ده زيت السمسم، وده زيت الصبار، وده الجرجير، وده الورد، وده الكركديه، وده بذور العنب. عايزه اقول لكم حلو قوي 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 للشعور، حلو قوي قوي للجسم، مفيده. الحاجات دي مفيده للجسم، مفيده للشعر. وفي اللي هو الزيت اللي هو ده انا دي واحده جديده، انا كنت جايبه 2. في واحده انا بستخدمها بحطها في لما بكون عايزه اعمل تنت بحط منها. الصراحه حلو قوي قوي قوي، بيدي لون حلو كده وردي. بصوا لونه زي البينك كده، فانتوا لما بتخلطوه مع حاجه بيدي لون حلو قوي على البشره. يعني انا الصراحه عجبني قوي قوي، فبستخدمه في الحاجات اللي هي التجميليه اللي انا بسويها، والحاجات التانيين الزيوت التانيين بستخدمهم لشعري. فعايزه اقول لكم زيوتها حلوين جدا، بيرطبوا الشعر، بينعموا. كل زيت ليه اختصاصه، او كل زيت ليه حاجه فايده بيعملها. اللي حابب يجيب زيت معين يجيب، واللي حابب يجيب كذا زيت. هي عامله برضو متهيالي عروض، متهيألي يعني انا مش عارفه بالظبط، بس متهيألي عامله عروض. هي على طول بتعمل عروض حلوه قوي يعني، فعامله عروض حلوه. فهسيب لكم ان شاء الله اللينك الواتس تحت في الديسكريبشن. فنصيحه مني، احنا في الشتاء اللي احنا فيه ده تجربوا اللي هي بادي يوجرت، لان هي الصراحه تستاهل التجربه. هي عيبها الوحيد ان هي صغيره حجما، مش عارفه بكام، بس اعتقد ان هي اكتر من 100 يعني. ف 100، وهي متهيألي دي 50 ملي او 100 ملي، مش عارفه الصراحه كام ملي الصراحه مش عارفه. بس هي صغيره يعني، شايفين بتخلص بسرعه قوي، بس انت بتاخدي منها كميه صغيره بتعمل معاكي منطقه كبيره. بس انا عشان على طول بستخدمها، فالتلاتة قربوا يخلصوا. فاهمين شايفين؟ فريحتها ريحتها تحفه، بتخلي الجسم يا جماعه ريحته تحفه تحفه تحفه. ده كان فيديو النهارده عن منتجات من اشري. على فكره انا مش بعمل اعلان، والحاجات دي انا مشترياها منها بفلوس، عشان محدش يقول لي انتي عامله اعلان عشان هدايا او حاجه. لا، انا مفيش حد جاب لي هديه او جاب لي منتج اتكلم عنه. انا اي منتج بتكلم عنه بكون انا بشتريه انا من نفسي. فالمنتجات دي صراحة حلوة قوي، فحبيت ان انا اتكلم عنها، لان هي بجد تستاهل الواحد يتكلم عنها، او تستاهل الواحد يجربها. ده كان فيديو النهاردة، معلش لو طولت عليكم، بس كان لازم اتكلم في المنتجات دي، لان هي بجد تستاهل التجربة. الزيوت كتير قوي عندها، كذا زيت، في زيوت تاني عندها بس انا جبتش غير دول. فحلوين قوي قوي قوي. اللي جربوا زيت الكركديه هيعجبكم جدا جدا في التنت لو انتوا عملتوه في البيت. ده كان فيديو النهارده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.